أهلا بيكم معانا في تحليل معمق جديد. النهاردة هنغوص أكتر في موضوع ليه جاذبية غريبة عبر التاريخ وبيأثر في جيوبنا وفي استقرارنا الاقتصادي لحد دلوقتي. بنتكلم عن الذهب وعلاقته بالفلوس وبالكلام اللي داير عن الاستقرار الاقتصادي. فمهمتنا هنا مش مجرد سرد وخلاص، لا، إحنا بنحاول نفهم القصة الكبيرة. ليه الذهب ده شغل الناس كده؟ وإيه علاقته بالفلوس اللي في إيدينا دي؟ وليه في أصوات دلوقتي شايفة إن دوره ممكن يرجع تاني بقوة؟ خلينا نحاول نفكك الموضوع ده سوا. النهاردة عايزين نبص بصة مختلفة تماماً على واحد من أقدم الأصول في التاريخ، الذهب. كتير بيعتبروه مجرد معدن لامع أو زي ما بيتقال عليه بقايا همجية، لكن في تحليلات جديدة بتقول إن الذهب ده ممكن يكون أهم بوليس التأمين لمستقبلنا المالي. خلينا نفهم إزاي. خلينا نبدأ بأشهر جملة اتقالت ضد الذهب يمكن في التاريخ كله. الجملة دي دايماً بتستخدم كأنها الكارت الأخير اللي بيقفل أي نقاش عن أهمية الذهب حتى قبل ما يبدأ. بس هل فعلاً دي نهاية القصة؟ هل كلمة آيت من حوالي 100 سنة كفاية عشان نحكم على أصل عمره آلاف السنين؟ الحكاية زي ما هنشوف أعقد من كده بكتير. تمام، عشان نقدر نبني الحجة الجديدة لصالح الذهب لازم الأول نفكك ونفهم الحجج القديمة اللي بتتقال ضده. دي تقريباً كل الاعتراضات اللي بنسمعها دايماً. بيقولوا إنه أصل قديم وعديم الفايدة، وإنه كميته في العالم مش كفاية عشان تغطي حجم التجارة الضخم، وكمان إنه إنتاجه بطيء جداً مقارنة بنمو الاقتصاد، والتهمة الأكبر إنه كان السبب في الكساد الكبير. وطبعاً الحجة الأخيرة إنه أصل ميت ملوش عائد زي الأسهم أو السندات. دي كل الذخيرة اللي بيستخدمها النقاد. والنقطة المدهشة هنا لما نرجع للجملة الشهيرة بتاعت كينز هنلاقي إنها متاخدة بره سياقها تماماً. كينز في الواقع ما كانش بيهاجم الذهب نفسه، هو كان بينتقد نظام معين كان مطبق في وقته، نظام كان فيه عيوب. والأغرب من كده إن كينز في فترات تانية من حياته المهنية دافع عن إن الذهب لازم يكون ليه دور في أي نظام نقدي. وعشان نفهم إزاي وصلنا للوضع الحالي لازم ناخد رحلة سريعة جدا في تاريخ الفلوس. إزاي تحولنا من التعامل بحاجة ملموسة ليها قيمة في ذاتها لورق بنثق فيه وخلاص؟ القصة بدأت في القرن ال16 مع تدفق كميات مهولة من الذهب على أوروبا. بعدها بقرن أو اتنين اتأسست البنوك الحديثة وبدأت فكرة الفلوس الورقية المربوطة بالذهب. ونجري بالأحداث لغاية 1933 لما الرئيس الأمريكي روزفلت أجبر المواطنين يتنازلوا عن ذهبهم للحكومة. والضربة القاضية جات سنة 1971 في اللي اتعرفت بصدمة نيكسون لما أمريكا فصلت الدولار عن الذهب بشكل نهائي. اللحظة دي هي اللي ولدت النظام المالي اللي عايشين فيه كلنا النهاردة. طيب إيه هو بقى النظام اللي اتولد بعد صدمة نيكسون ده؟ والأهم من كده، إيه نقاط ضعفه المحتملة؟ النظام ده اسمه العملة الإلزامية أو الفيات ماني. ببساطة شديدة الفلوس اللي في جيوبنا دي قيمتها مش جاية من إنها مدعومة بذهب أو أي حاجة مادية، قيمتها جاية بس وفقط من ثقتنا في الحكومة اللي طبعتها. هي مجرد وعد، مجرد ثقة، وده مفهوم جوهري عشان نفهم بقية القصة. والمقارنة دي بتلخص كل حاجة. من ناحية عندنا الذهب، قيمته ذاتية وجوهرية، كميته محدودة ونادرة ومفيش حكومة تقدر تخلق ذهب من الهواء. على الناحية التانية العملة الإلزامية، قيمتها بقرار سيادي، نظرياً ممكن نطبع منها كميات لا نهائية، واللي بيتحكم فيها بالكامل هي البنوك المركزية. الخصائص دي بتخلق بطبيعتها نقاط ضعف واضحة. أولها وأشهرها خطر التضخم بسبب طباعة الفلوس. تانيها عدم الاستقرار اللي بيشجع على المضاربات العنيفة أو رأسمالية الكازينو. ده غير إنه بيفتح الباب لحروب مالية بين الدول وبيخلق خطر انهيار النظام كله زي ما قربنا نشوف في أزمة 2008. والنتيجة النهائية لكل ده إن ثقة الناس في النظام بتبدأ تتآكل. وهنا بقى بنوصل لقلب الحجة الجديدة للذهب. الفكرة هي إننا لازم نغير نظرتنا ليه. بدل ما نبصله على إنه أداة للمضاربة نشتريها النهاردة عشان نبيعها أغلى بكرة، لأ، لازم نبصله على إنه بوليصة التأمين. الفكرة دي ممكن تقلب طريقة تفكيرنا تماماً. لما بنشوف سعر الذهب بيعلى، الحقيقة مش إن الذهب هو اللي قيمته زادت، الحقيقة إن قيمة العملة اللي بنقيس بيها زي الدولار أو الجنيه هي اللي قلت. تخيلوا إن الذهب ده مسطرة طولها ثابت والعملات هي اللي عمالة تقصر وتطول جنبها. الذهب هو الثابت والباقي هو اللي بيتغير. طيب، هنا بيجي السؤال المنطقي على طول. العالم فيه تريليونات وتريليونات من العملات، إزاي كمية الذهب المحدودة دي تقدر تغطي كل ده؟ الإجابة الصادمة ممكن تكون في رقم زي ده.
حسب بعض الحسابات لو حبينا نغطي نسبة معينة من المعروض النقدي في العالم بالذهب الرسمي اللي موجود من غير ما نسبب انكماش اقتصادي، سعر الأونصة الواحدة هيحتاج يوصل لرقم ضخم زي ده. يعني النقطة الحاسمة هي دي، المشكلة عمرها ما كانت في كمية الذهب، المشكلة دايماً في سعر الذهب. أي كمية ذهب تقدر تدعم أي اقتصاد لو تم تسعيرها بشكل صحيح عشان تعكس حجم الاقتصاد ده. طيب بعيداً عن النظريات الكبيرة، عملياً ده معناه إيه لأي حد بيفكر في مدخراته؟ هنا بتيجي كلمة السر، التنويع. الذهب ليه ميزة مهمة جداً، وهي إنه غالباً بيتحرك عكس اتجاه الأسهم والسندات. لما البورصة تقع الذهب بيطلع، وده بيخليه عامل توازن ممتاز في أي محفظة استثمارية. وده مثال عملي لشكل محفظة متنوعة ممكن تكون عاملة إزاي. لاحظوا إن في جزء للذهب المادي وجزء تاني للكاش السيولة، والباقي متوزع على أصول تانية. الذهب والكاش هنا بيلعبوا دور شبكة الأمان. وقت الأزمات هم دول اللي بيحموا قيمة المحفظة، وفي الأوقات الكويسة الأصول التانية بتاخد فرصتها في النمو. هو ده التوازن. بس الأهم من امتلاك الذهب هو طريقة امتلاكه. النصيحة هنا واضحة، لازم يكون ذهب مادي ملموس، سبايك أو عملات، مش مجرد أرقام على شاشة أو شهادات ورقية. ويفضل تخزينه في مكان آمن بره النظام البنكي التقليدي عشان نتجنب أي مخاطر زي إفلاس المؤسسات المالية أو قرارات المصادرة. وفي النهاية خلينا نبص على المستقبل. هل في أي دلائل إن العالم بيستعد لتحول كبير في النظام المالي؟ وإيه ممكن يكون دور الذهب في القصة دي؟ كتير من المحللين شايفين إن النظام الحالي بكل مشاكله مش مستدام، وإننا ممكن نكون بنقرب من لحظة فارقة، لحظة إعادة ضبط أو financial reset. أزمة عالمية جديدة ممكن تكون أكبر من 2008 وتجبر العالم إنه يعيد ترتيب قواعد اللعب النقدية من أول وجديد. ولو بصينا حوالينا هنلاقي علامات بتشير للتحول ده. البنوك المركزية في دول زي الصين وروسيا بقالها سنين بتشتري ذهب كميات ضخمة، وفي نفس الوقت الثقة في هيمنة الدولار كعملة احتياطية وحيدة للعالم بدأت تتهز. كل دي مش صدف، دي علامات بتقول إن اللاعبين الكبار بيجهزوا نفسهم لمستقبل هيكون للذهب فيه دور أكبر. وده بيسيبنا في النهاية مع سؤال جوهري. في عالم كل حاجة فيه بتتحول لأرقام ديجيتال، والديون العالمية وصلت لمستويات تاريخية، إيه هو المعنى الحقيقي لكلمة قيمة؟ لما الثقة في الأنظمة تتهز، إيه هو الملاذ الأخير اللي ممكن نعتمد عليه؟ السؤال ده هو بالظبط جوهر النظرة الجديدة للذهب.